توابع الزلزال. يونايتد يخطط لفسخ عقد رونالدو ومقاضاته. يخطط نادي مانشستر يونايتد إلى فسخ عقد مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ومقاضاته بعد تصريحاته النارية التي هاجم خلالها النادي ومدربه الهولندي إيريك تين هانغ وبعضا من زملائه. وأحدث الفائز بلقب الكرة الذهبية الأفضل لاعب في العالم 5 مرات زلزالا كرويا عندما صرح في وقت سابق أنه لا يحترم الهولندي إيريك تين هانغ مدرب الشياطين الحمر. كما انتقد عائلة جلايزيرز مالكة يونايتد في مقابلة لمدة 90 دقيقة ببثها قناة توك تيفي. ويكتنف الغموض مستقبل روندو مع ناديه الحالي بعد أن قال خلال المقابلة إنه تعرض للخيانة من جانب النادي ومسؤوليه. وبحسب صحيفة جارديان فإن إدارة مانشستر يونايتد أرسلت رسالة لكريستيانو رونالدو وأخبرته بأن لا يعود لغارينغتون مركز تدريب الفريق بعد نهاية مشاركته مع البرتغال في كأس العالم. وقالت شبكة OSPN إن الإدارة تدرس مقاضاة اللاعب بعد مخالفته شروط العقد والظهور تلفزيونيا والهجوم على الإدارة والمدرب واللاعبين. كما أوضحت دايلي ميل أن إدارة الفريق الإنجليزي قررت فسخ عقد رونالدو عقب الاجتماع بالمدرب تين هانغ. وأشارت إلى أن البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما لن يحصل على بقية عقده 16 مليون جنيه استرليني بعد اكتشاف النادي ثغرة قانونية تمنحه الفرصة لفسخ العقد دون دفع قيمته. كما يخطط نادي مانشستر يونايتد إلى فسخ عقد مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ومقاضاته بعد تصريحاته النارية التي هاجم خلالها النادي ومدربه الهولندي إريك تين هانغ وبعضا من زملائه. وأحدث الفائز بلقب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات زلزالا كرويا عندما صرح في وقت سابق أنه لا يحترم الهولندي تين هانغ مدرب شياطين الحمر. كما انتقد العائلة المالكة ليونايتد في مقابلة لمدة 90 دقيقة بثتها قناة توك تيفي البريطانية.